أهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين بين سبورتس. نرحب بكم في حلقة جديدة من الكلمة الأخيرة، حيث النقاش مستمر في نسخة مونديالية مثيرة عبر بين سبورتس. نرحب في نخبة مميزين من الصحفيين بدر الدين إدريسي وجليل العبودي وصابر الغراوي ومساعد العصيمي. أهلا وسهلا بكم جميعا، حياكم الله ومبروك يا صابر. اهلا بيك، مبروك علينا جميعا. اهلا بيك يا مشاري وبالاصدقاء الاعزاء جليل وبدر ومساعد، وبشكركم جميعا على تهانئكم الحاره بتاهل المنتخب المصري. شكرا جزيلا واهلا بالساده المشاهدين، وان شاء الله حصه موفقه فيها من الافراح والاطراح، وان شاء الله الافراح تستمر والاطراح نعالجها في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. نذكركم مشاهدينا في المنتخبات المتاهله الرسميه، منتخبات تاهلت رسميا الى الدور القادم، وهي المكسيك، امريكا، المانيا، الارجنتين، فرنسا، النرويج، كولومبيا، كندا، سويسرا، البرازيل والمغرب، البوسنة، جنوب افريقيا، كوت ديفوار، الاكوادور واليابان، هولندا، السويد، استراليا، الراس الاخضر، مصر، انجلترا، غانا، باراغواي، البرتغال، اسبانيا، بلجيكا، السنغال، مع تبقي 4 منتخبات ستتأهل اليوم وغدا إلى الدور الثاني من المنتخبات المتأهلة رسميا إلى الطريق إلى النهائي. ونلاحظ في هذه الجهة اليمنى ألمانيا، باراغواي، فرنسا، السويد، جنوب أفريقيا في مواجهة كندا، هولندا مع المغرب، أمريكا، البوسنة. هذه المواجهات التي وضحت رسميا، مع تبقي مواجهات لتتبين الصورة كاملة للدور القادم في الطريق إلى أمريكا، البرازيل، اليابان في الجهة اليسرى، كوت ديفوار، النرويج، الأرجنتين، الرأس الأخضر، استراليا ومصر. مصر تأهلت رسميا، وهذا ما نريد في منتخب فرض نفسه أولا بفوز تاريخي في هذه النسخة المونديالية، وكذلك في عبور مستحق لمصر وصولا إلى الدور القادم بعد تعادلها بالأمس أمام إيران. نتابع أبرز ما جاء في هذه المواجهة. العناوين المستحقة لتأهل مصر كثيرة. مصر تعبر والتاريخ يسطر، ومصر بفرحة لبهجة عربية مستحقة يا صابر. والفراعنة ثاروا وللمجد اختاروا. يا سلام، حلو. هرد عليك. يلا تفضل، طالما انت بدأت. يلا تفضل. اشعار. هرد عليك بافتتاحية قصيدة جميلة لشاعرنا الجميل هشام الجخ، بيقول لك: خبئ قصائدك القديمة كلها، مزق دفاترك القديمة كلها، واكتب لمصر اليوم شعرا مثلها. الله، كانت قصيدة جميلة يا سلام. بنوجه له تحية شاعرنا المصري الجميل. فرحة كانت استثنائية، عطفا على ما تقدم في البطولة بشكل عام، ليس فقط في هذه المباراة. ظروف استثنائية رائعة، مباراة مثالية خرجنا فيها بأكبر المكاسب الممكنة وبأقل الخسائر الممكنة، لأن الظروف الصعبة اللي عشناها من أول الدقائق الأولى، من أول 10 دقائق مع إصابة محمد عبد المنعم واستمرار الإصابات، وحتى الكروت الصفراء اللي حصل عليها المنتخب المصري، كلها كانت معوقات كبيرة جدا أمام منتخب قوي حذرنا منه واتكلمنا عنه، عن القوة في الالتحامات والقوة في الكرات الثنائية. منتخب إيراني قوي. هو المعادلة هنا انه انت قلبت المجموعه المصنف المستوى الثاني المنتخب الايراني، وانت صعدت ثاني مكانه وهو تراجع للمركز الثاني في المجموعه. انجاز اصيل. لا انت ما شاء الله عليك. ايوه انا بس علشان اقول ان الجماهير المصريه يعني لما تفرح الكل يفرح، لما تفرح الجماهير المصريه يعني بهجه عربيه في كل مكان. نعم نتمنى الفرحه لجميع العرب، لكن مصر فرحت بعد انتظار طويل يا صابر، فتستحق كلمات الجماهير المصريه بفرحتها. انا متاكد ان في ناس ما نامت، انا متاكد ان في ناس نزلت للشوارع، انا متاكد ان عبروا فرحه تاريخيه لن تنسى لإنجاز مصري تاريخي مستحق
لمنتخب مصر. ما فيش حد نام اصلا، ده مؤكد مليون في المية. ما فيش حد نام قبل المباراه تعبير الفرح يعني قبل المباراه. لا دي شوف انت دلوقتي يوم صح ولا لا يا بدر؟ منتظرين الصابر فرحه غير طبيعيه. بص احنا متعودين الفرحه وشوفي كل مكان، احنا متعودين دايما الاحتفالات بتكون بالليل في القاهره وفي الاسكندريه. المباريات عاده بتقام بالليل، فالاحتفالات بتكون بالليل. النهارده يوم استثنائي، المباراه كانت الساعه 6 صباحا، وبالتالي شوف الشوارع، شوف اللي حصل في كل الميادين وفي كل الشوارع المصريه. كان صباح استثنائي وصباح تاريخي وصباح غير مسبوق. الشوارع كلها امتلأت بالناس. طبعا ما فيش شغل، ما حدش راح الشغل النهارده، كله احتفل. واعتقد الاحتفالات لسه مستمره وستستمر. لا في شغل كتير. الشغل وين نروح الشغل؟ يعني الاجازه فيهم لا في شغل. اسم الاجازه السبت لفرحه مستحقه. انت زعلان راح نصل الى السعوديه وتعبر عن السعوديه، لكن خلنا في فرحه مصر، من فرحه مصر الى فرحه المغرب، لكن مصر فرحه مستحقه. الفرح هذه تصحيح معلومه بس. لا لا السبت اجازه للقطاع الخاص. لا طيب اجازه في يوم فرحه تاريخي. مفيش اجازه عندنا. انت تعرف عننا اكثر مني. لا بكل مقاييس لحظه استثنائيه في تاريخ كره القدم المصريه. اكاد اقول انها فرحه انتظرتها مصر لسنوات طويله، منذ فتره، والكل يطرح السؤال: لماذا تخاصم كأس العالم مصر؟ أو لماذا مصر هي في خصام مع كأس العالم؟ لأنه مصر متألقة على المستوى الإفريقي ما شاء الله، 7 نجوم على صدرها، شيء رائع جدا. لكن على مستوى كأس العالم كانت مصر تسجل يعني تأخر كبير جدا. أنا أتصور هذا الجيل ما صنعه اليوم شيء استثنائي سيظل خالدا في ذاكرة كرة القدم المصرية وذاكرة المونديال. لم يكتفوا فقط بأن يحصلوا على أول فوز خلال هذا المونديال بفوزهم على نيوزيلندا، لكن أضافوا إليه أنه استغلوا الفرصة لينتقلوا إلى الدور الثاني. وتذكر أننا بالأمس ونحن نتكلم: إذا هبت رياحك فاغتنمها. منتخب مصر هبت هذه الرياح فاغتنمها بطريقة رائعة. وأنا أرى اليوم على أن سقف الأحلام والطموحات أصبح كبير. لا يمكن أن يقف عند مجرد عبور تعبير الفرحة لمصر ولكلمة لمصر، لأن مصر حلقت وتحلق والتاريخ يصفق. يعني بالأخير يعني مصر لا تستحق يعني اليوم خصوصا احنا يعني فرحانين إن شاء الله في الجزائر وبكل منتخبات المتبقية في مسألة التأهل. أجمل ما قيل من شعري الحب لمصر هو الذي كان مبتدأه: وقف الخلق جميعا ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي. لأن هذه اللحظة لحظة بناء مجد كروي، لحظة بناء فخر وطني. أعتقد على أنه لست أنا من يجب أن يشعر، صابر هو أكثر من يجب أن يشعر بهذه اللحظة، لأنه في داخله صابر يعني بس في داخله أنا شاعر أن بركان، لكن البركان لم ينفجر بعد. يجب أن ينفجر هذا البركان ليعطينا. والله عملوها الرجال، عملوها الرجال يا صابر، والله عملوها الرجال يا صابر. مصر التي في خاطري هي الأكثر ثباتا عبر التاريخ. بس القصيدة اللي أنا بدأت بها تحديدا إن أنا بنقل ما بين حقبة عشناها أو مرحلة عشناها كنا لا نحقق فيها أي شيء. والله عملوها الرجال كمان النهارده. بس لا، دي الأكثر تطابقا. ليه؟ لأن احنا بالفعل خبئ قصائدك القديمة كلها. اللي فات مات زي ما بيقولوا في كأس العالم، والنهارده افتح صفحة جديدة لمصر مع كأس العالم. صفحة كلها إنجازات، صفحة كلها نجاحات. احنا بنسجل أرقام قياسية ممتاز بالنسبة لمصر في كأس العالم. ممتاز. غير مسبوقة. أول فوز، أول تأهل، أول كم من الأهداف كبير جدا، أول مرة نخرج بدون أي خسارة في مرحلة المجموعات. جميل. كلها أرقام قياسية بتقول إنه في عهد جديد لمصر. مش حق ما راح يسكر لكن لأن الفرحة تعبر من أبسط حقوق. عبر عن الفرحة. يعبر عن الفرحة. ليش؟ لأنه يتحدث عن منتخب كبير، منتخب قدم نفسه بشكل رائع جدا إلى درجة يعني لفت الأنظار بشكل الكل كان يشير مصر متأهلة بعد المباراة الأولى مع بلجيكا. بالأمس تأهلت رسميا أو اليوم تأهلت رسميا. بس إنه منتخب يقدم كل شيء جميل في الكورة. الأجمل من هذا كله إنه كله بإدارة مصرية كاملة من الألف إلى الياء، كله بإدارة مصرية كاملة. النقطة الثالثة تحدث زميلي بدر عن إيش؟ إنه مصر لم تكن بتلك الجودة من السابق، كانت تحقق أفريقيا لكن لم تصل للعالم. هذا كلام حقيقي، كلام بدر. ليش؟ مصر الآن وصلت إلى حقبة تقديم النجوم للعالم. أنت لما تصل نجومك للعالم ويؤثرون في مسيرة الكرة العالمية أنت ستكون بأفضل حال. وهذه المشكلة اللي يعاني منها البعض. لكن مصر
الآن في مقدمة الدول اللي نجومها ينافسون حتى على الكرة الذهبية. شفنا مصر كم سنة، مصر الآن حتى أسماء واعدة تحضر المنتخب المصري وهي تمثل فرق كبيرة في العالم. إذن ليس جديد الآن، ليس مستغرب على مصر أن تكون ونتوقع إن شاء الله بإذن الله أنها ستكون في مراحل أبعد ومراحل أفضل. جليل، ننتظر منك أن تعبر لمصر، خصوصا أنها تملك هذا الرجل حسام حسن في كتابة تاريخ له شخصي ولكل مصر في تاريخ بأكبر البطولات في حدث رياضي الكل ينتظر كل 4 سنوات. مصر انتصرت، فرحة في حمل الكأس. نعم، هذه الفرحة المصرية معبرة في انتصار ثم عبور مستحق للدور القادم. أعتقد بأنه اللي حقق المنتخب المصري ليس وليد اللحظة أو أنه جاء بالمفاجأة، وإنما هو فريق عريق وكبير تاريخ يشهد له. عندما أنت تتبوع على الساحة الأفريقية ولديك الكثير من النجوم الكبار الذين أبهروا العالم بأدائهم ومستواهم، فهذا ليس بغريب. وأعتقد بأنه ما حققه المنتخب المصري هو استحقاق ونطمح منه الكثير. أما بخصوص الكابتن حسام حسن، قبل أن يكون في كأس العالم قلت أعنه الله على ما تعرض إليه من انتقادات، وكثرت الإشاعات في حينها بأنه سوف يترك، سوف في الموعد الكبير رد على كل الإشاعات. أبدا، قد ما تكون الحقيقة واضحة وجد الجد يكون الرد. وكان رد حسام وأثبت بأنه مدرب لا يقل شيئا عن المدربين الآخرين، ولديه أدوات استطاع أن يوظفها بطريقة صحيحة، ولديه جيل أعتقد بأنه سيعمر سنوات أخرى. وإذا كان صلاح وصل إلى مرحلة خليف العمر فهناك منهم الشباب سيواصلون تألقهم ليس في الملاعب المصرية وإنما حتى في الملاعب الأوروبية، وهذا شيء يسعدنا جدا. يسعدنا خصوصا هذا الرجل تحمل الضغط والانتقادات. اليوم هو يعبر صابر حسام حسن في ردود فعله كما نتابع، خصوصا بعد الهدف وإلغاء الهدف لمنتخب إيران، نشوفه كأنه يجسد جملة بالسراء والضراء دائما يشكر رب العالمين. صحيح، حسام حسن حتى عنده الحركة طبيعية لا إرادية تطلع منه من أيام ما كان لاعب، لما كان بيحرز الأهداف يعمل الحركة دي، بيبوس إيده ووشه وظهره. ده عندنا في موروثنا، دي معناها يعني إن أنا بحمد ربنا في السراء وش الإيد، هو معناها لما بيبقى في شيء جيد الحمد لله على شيء جيد، وظهر الايد الشيء السيء يعني الضراء، فهو بيبوس ايده في السراء والضراء، بيحمد ربنا في كل الامور. ودي لفته بتبقى انسانيه لا اراديه بتطلع من حسام حسن، واحنا بنتفاعل معاها حقيقه. دي من ضمن اجمل الاحتفالات اللي بيحتفل بها، هي ردة فعل عفوية احنا في الدعاء في كل مكان، لكن هو حسام حسن قدم نفسه بشكل مميز، تحمل الكثير، واليوم هو بطل قومي في مصر. يا صاحبي تفاصيل الجهد اللي بيعمله حسام حسن بتبان. التوفيق دايما زي ما بنقول الحظ لا ياتي الا لمن يستحقه، وحسام يستحق ان يكون محظوظا، وحسام يستحق كل عبارات الاشاده النهارده، لانه رغم كل الظروف، تخيل انت الظروف المعاكسه اللي تعرض لها من بدايه المباراه، اصابه محمد عبد المنعم، بدايه الشوط الثاني اصابه محمد صلاح، الاصابه في اخر ربع ساعه اصابه احمد فتوح، يعني كلها ظروف معاكسه، وبالرغم من ذلك قدر يصل بالمباراه الى بر الامان استكمالا لسلسله نجاحات حسام حسن. حسام حسن تحرر من الضغوط بشكل كبير جدا، لذلك ثقتنا فيه بتزيد ومستوياته اللي بيقدمها بتتحسن بشكل تدريجي.